السلام عليكم، وايه الاخبار يا جماعه؟ رب تكونوا بخير. ده الريدمي نوت 14 واحد من سلسله تعتبر من اكتر السلاسل المثيره للجدل دايما عندنا هنا في السوق المصري بسبب القيمه الكبيره جدا اللي بتقدمها مقابل السعر اللي انت بتدفعه في موبايلاتها. والسبب في كده طبعا ان انت بتدفع سعر في موبايل بتكون مواصفاته قويه جدا، ولكن دايما بيكون في مشاكل متعلقه بالسوفت وير وما الى ذلك. فهل يا ترى بقى الريدمي نوت 14 واحد من الموبايلات ديت ولا لا؟ طبعا الموبايل بيتوفر عندنا هنا في السوق المصري بثلاث اصدارات ب 6 و8 جيجا رام مع ذاكره داخليه بتوصل لحد 256 جيجا، وسعره وقت تصوير الفيديو في الوقت الحالي بيبدا من 9000 جنيه وصولا لحد 10000 جنيه طبعا على حسب النسخه اللي هتشتريها. طبعا ده بيحطه في منافسه مباشره مع السامسونج جالاكسي اي 16 اللي جاي في نفس فئته السعريه. فان شاء الله بقى من خلال الفيديو ده هعرفكم على تجربتي الكامله للريدمي نوت 14 واقول لك بقى في النهايه هل تشتريه ولا تشتري السامسونج جالاكسي اي 16 واعرفك كل حاجه عنه. المهم بقى لو انت اول مره تشوفني على اليوتيوب فما تنساش تعمل لي لايك للفيديو، ويا ريت كمان تشترك عندي هنا في القناه. ويلا بينا بقى ندخل في الموضوع على طول، واول حاجه هنتكلم عنها وهي التصميم اللي بيقدمه الموبايل. التصميم بصراحة من الحاجات الحلوة اللي هتعجبك بنسبة كبيرة لو حصل واشتريت الريدمي نوت 14. وبالرغم هنا من ان خامات التصنيع بتاعته جاية الظهر والفريم بتاعه من البلاستيك، الا ان خامات التصنيع بتاعته كويسة بصراحة. النسخة اللي معايا ديت جاية اللون بتاعها الجميل اللي انت شايفه قدامك ده بمزيج ما بين اللون الاخضر على اللون اللبني، وبيعمل انعكاسات لطيفة جدا مع الضوء بصراحة. وكمان هنا الظهر بتاعه جاي بطبقة مصنفرة كده عشان بيمنع تماما التبصيم على الظهر بتاعه، ودي حاجة ممتازة. كاميرات بتيجي في المربع اللي انت شايفه قدامك ده في اعلى ظهر الموبايل، وتحس انها فيها شبه كبير جدا بالنسبه لكاميرات الايفون. كمان هنا التصميم الفخم مكمل في شكل الشاشه من قدام، وبالمقارنه بالسامسونج اي 16 على اعتبار ان احنا قلنا ممكن نقارن بينه وما بين الموبايل ده، فالشاشه هنا من ناحيه الشكل بتتفوق بشكل ملحوظ طبعا عن شاشه الاي 16 اللي جايه بحافه اكبر من اللي على الريدمي نوت 14 هنا، وكمان جايه بالووتر دروب نوتش. ولكن هنا الشاشه بصراحه ابعادها تعتبر ممتازه، وان كانت الحافه السفليه بتاعتها تعتبر كبيره نوعا ما. فتقدر تقول ان التصميم من الحاجات اللي هتعجبك جدا لو حصل واشتريت الريدمي نوت 14، وهو عاجبني انا بشكل شخصي بصراحه. كمان الوزن بتاع الموبايل متوزع بشكل كويس، وهو موبايل من الموبايلات المريحه ومعظم الناس تقدر تستخدمها بايد واحده. خلينا بقى دلوقتي نروح على حاجه من اكتر عناصر قوه الموبايل واللي شاومي دايما بتعرف تعملها على موبايلات سلسله النوت تحديدا، وهي الشاشه اللي بيقدمها الموبايل. من ناحيه الارقام هنا شاشه الموبايل جايه بارقام ممتازه جدا، هي جايه هنا من نوعيه اموليد بدقه فول اتش دي بلس، وحجمها اقل حاجه بسيطه من 6.7 بوصه، وكمان بتدعم ريفريش ريت لحد 120 هرتز، وكمان بدرجه سطوع بتوصل لحد 1800 نتس، مع طبقه حمايه هنا من كورنينج جوريلا جلاس الجيل الخامس. من ناحيه الارقام على اعتبار ان ده موبايل نازل في الفئه المتوسطه، فما اعتقدش ان انت عندك تنازل في اي حاجه زي ما شفنا ارقام ممتازه. ولكن بعيد عن نقطه الارقام ديت بصراحه انا خدت تجربه مع الشاشه هنا بمقارنه مثلا بشاشه السامسونج اي 16، مش بس من ناحيه شكل تصميم الشاشه من قدام، ده كمان التجربه بتاعتها فتعتبر بصراحه من وجهه نظر شاشه الريدمي نوت 14 بتتفوق على تجربتي مع شاشه السامسونج اي 16. فمثلا على سبيل المثال هنا تجربتها في ضوء النهار وتحت اشعه الشمس المباشره، فالسطوع بتاعها يعتبر ممتاز، وبعيد عن رقم 1800 نتس ده، فانا اقدر اقول لك انك هتاخد تجربه تقدر تقول عليها ان هي فوق المرضيه او توصل لجيده كمان بالنسبه لاستخدامها تحت اشعه الشمس. النقطه الثانيه، الناس بقى اللي بتحب تتفرج على المحتوى، بتحب تتفرج على الافلام المسلسلات نتفليكس وما الى ذلك، فانت هتاخد مع شاشه الموبايل هنا تجربه تعتبر ممتازه جدا. واللي بيكمل كمان التجربه الممتازه هنا في مشاهده المحتوى هي تجربه الصوتيات الممتازه، لان طبعا عندك الموبايل هنا بتيجي فيه السماعات ستيريو، بتشتغل فيه السماعه الراسيه مع سماعه المكالمات كدول سبيكر، وهتاخد تجربه ممتازه جدا هنا من ناحيه الصوتيات مع مشاهده المحتوى، واللي هتخلي تجربتها فريده جدا بصراحه. ايه اخبار بقى المواصفات اللي بيقدمها الموبايل والتجربه اللي دايما بيحصل عليها المشاكل المتعلقه بالسوفت وير وتجربه الاستخدام وما الى ذلك؟ خلينا الاول نتكلم على المواصفات اللي بيقدمها الموبايل، وبعد كده اكلمك على تجربتي معاه. الموبايل هنا جاي بمعالج من ميديا تك اللي هو الهيليو جي 99، وبتوفر باكتر من اصدار ب 6 و8 مع 128 و256 جيجا، وكمان نوع الذاكره الداخليه هنا من النوع الكويس بالنسبه لفئه الموبايل السعريه اللي هو اليو اف اس 2.2، ودي حاجه تعتبر ممتازه. دايما انا لما باجي اعمل مراجعه لموبايلات شاومي فانا بقول ان موبايلات شاومي شبه البطيخه كده وانت وحظك معاها، فيطلع الموبايل كويس جدا معاك، يا اما هتلاقي فيه قطاع كبير جدا من الناس بيشتكي من الموبايل. بصراحه انا في تجربتي مع الموبايل انا خدت معاه تجربه تعتبر جيده جدا، وما اختلفتش بنسبه كبيره عن تجربتي للسامسونج اي 16، بمعنى ان في وجود المعالج دوت وكمان في وجود التردد السريع اللي بتقدمه شاشه الموبايل ال 120 هرتز، فانا خدت مع الموبايل هنا تجربه سلسه جدا بالنسبه لاستخدامه في المهام اليوميه، في فتح مواقع التواصل الاجتماعي، في مشاهده
كثافه المحتوى، في الاستخدام الاعتيادي اليومي يعني ما حسيتش بصراحه ان في فرق كبير جدا، وان سامسونج مثلا بيقدم تجربه استخدام اسرع من الموبايل دوت ولا حاجه. طبعا انا استخدمت الموبايل في خلال ال10 ايام اللي فاتوا دول، والتجربه معايا كانت ممتازه. ولو انت شايف ان ال10 ايام دول مش كويسين او مش كافيين للحكم على الموبايل، فانا اقدر اقول لك ان في موبايلات تانية من شاومي كان بمجرد استخدام يوم واحد ولا حاجه كانت بتظهر فيهم المشاكل. المهم يعني ان انا خدت معاه تجربه في المهام اليوميه تعتبر مثاليه من وجهه نظري طبعا. النقطه الثانيه المتعلقه بالالعاب، فانت عندك مثلا الهيلو جي 99 دوت مع ال6 او ال8 جيجا رام مع اي نسخه انت هتشتريها، فانا اقدر اقول لك عليه انك هتاخد تجربه تعتبر مرضيه، او تقدر تقول عليها ان هي جيده كمان بالنسبه لاستخدام الالعاب. هتلعب ببجي، كول اوف ديوتي، اسفلت 9 والالعاب اللي شبهها، هتاخد معاه تجربه سلسه وجميله. والموبايل كمان كان في حاجه لطيفه كده ان هو ما تعرضش للسخونه، مش عارف بقى هل بسبب الجو البرد اللي احنا فيه ولا ايه، بس انا ما حسيتش ان الموبايل بيدفى من المنطقه اللي حوالين الكاميرا اللي دايما بتسخن فيها معالجات ميديا تك. طيب ده كلام جميل لحد دلوقتي، التصميم حلو، الشاشه حلوه، وكمان التجربه العمليه في الاداء اليومي كانت ممتازه معايا بصراحه. ايه اخبار بقى الكاميرات اللي بيقدمها الريدمي نوت 14؟ طبعا الموبايل هنا فيه هيصه كاميرات زي ما انت شايف كده، ولكن اعتبر ان هو جاي بكاميرتين بس. فعندك هنا الكاميرا الرئيسيه جايه بدقه 108 ميجا بكسل، بالاضافه للكاميرتين اياهم واحده ماكرو وواحده للعزل بدقه 2 ميجا بكسل، مع الكاميرا الاماميه اللي جايه هنا بدقه 20 ميجا بكسل. بالنسبه لنتائج الصور اللي هتاخدها من كاميرا الموبايل الرئيسيه هنا اللي جايه بحجم سنسور كبير دوت، فانا اقدر اقول لك انك هتاخد منها نتائج تعتبر ممتازه جدا. طبعا السنسور ده بيديك تفاصيل كتير زي ما انت شايف، وهتلاقي دايما ان الصور بيكون الديناميك رينج فيها مظبوط بنسبه كبيره، وحاجه دايما من الحاجات اللي شاومي بتعرف تعملها بصراحه دايما على سلسله النوت والموبايلات اللي اعلى منها هي الكاميرات. فزي ما انت شايف كده التصوير بالكاميرا الرئيسيه هتاخد منه نتائج كويسه، ولو انت احسنت بيه التصوير في اماكن الاضاءه بتاعتها كويسه هتاخد منها نتائج ممتازه جدا. كمان تقدر تقول ان نفس الكلام ده مكمل معاك في كاميرا الموبايل الاماميه، والنتائج بتاعتها زي ما انت شايف كده تعتبر رايقه وجميله. احيانا الصور هيطلع فيها زغلله كده في بعض الصور، ولكن في معظم الصور بصراحه النتائج بتاعتها كانت ممتازه. وطبعا كالعاده السوفت وير هنا بيدعم تشغيل البوكا او العزل في الخلفيه زي ما انت شايف هنا بيشتغل عن طريق السوفت وير، ولكن شاومي دايما من الحاجات اللي بتعرف تعملها بصراحه سواء على الكاميرا الرئيسيه او الكاميرا الاماميه هي العزل، وزي ما انت شايف النتائج بتاعته تعتبر ممتازه. وانا بشكل عام الكاميرات على الموبايل تعتبر عجباني بنسبه كبيره جدا. البطاريه كمان قوتها 5500 ملي امبير، هنا بتدعم شاحن سريع لحد 33 واط. الشاحن طبعا موجود في علبه الموبايل، وهو كل الملحقات الثانيه اللي بتيجي في علبه موبايلات شاومي زي ما احنا متعودين. واداء البطاريه زيها زي بطاريات ال 5000 ملي امبير، ما حسيتش ان رقم الزياده اللي هو ال 500 ملي امبير ده بيفرق في حاجه. وانا بصراحه كان استخدامي للموبايل تقدر تقول ان هو فوق المتوسط، ودايما كانت البطاريه بتكمل معايا لحد نهايه اليوم وما كانش فيها اي مشكله خالص. طيب سعر الموبايل بقى والحكم عليه، وهل انصحك بشرائه ولا لا، وهل تشتريه ولا تشتري السامسونج جالاكسي A16؟ موبايل وقت تصوير الفيديو زي ما قلت لك ومتوفر باكتر من نسخه، بيبدا من 9000 جنيه وصولا لحد 10000 جنيه، وبتوفر ب 8 و6 جيجا رام مع ذاكره داخليه 128 و256 جيجا. وده طبعا بيخليه نفس سعر السامسونج جالاكسي A16 اللي احنا اتكلمنا عنه في حاجات كتير في الفيديو. انا بصراحه مع تجربتي للموبايل ده انا ما شفتش فيه اي مشكله متعلقه باي حاجه لها علاقه بالسوفت وير او بالهاردوير، وتجربته من وجهه نظري تعتبر ممتازه جدا. حاجه انا شايفها بيتفوق فيها على الجالاكسي A16، ولكن دي حاجه ممكن تكون لها علاقه بوجهه نظر او بشكل شخصي عندي، وهو ستايل وشكل الموبايل من قدام تحسه طبعا احدث شويه من الجالاكسي A16. فانا من وجهه نظري لو الموبايل ده قدامي والجالاكسي A16 فانا طبعا هشتري الريدمي نوت 14 بتاع شاومي. ولكن ده مش معناه ان انا بوجهك بشكل مباشر للموبايل ده، انا عملت مراجعه للسامسونج جالاكسي A16 تقدر تبص عليها، ولو انت فانز طبعا لسامسونج فانت تروح تشتري الموبايل الثاني وانت مغمض، خاصه كمان انك هتاخد معاه 6 سنين لتحديثات الاندرويد، ودي حاجه تعتبر ممتازه. وبس كده، اتمنى بقى ان انا تكون اتكلمت عن كل حاجه خاصه بمراجعه الريدمي نوت 14. اتمنى بقى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ويا ريت كمان تشترك عندي هنا في القناه لو انت اول مره تشوفني على اليوتيوب. اشوفكم فيديوهات جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله. سلام.